النهاردة هتكلم عن ال AI ال Artificial Intelligence. موضوع مش جديد، الموضوع من 22 شهر 7 تحديدا لما بدأت موقع ميدجورني أو شركة ميدجورني تعمل الموقع بتاعها وتفاجئنا كلنا بالنتائج اللي طالعة منه. خليكم معانا لآخر الحلقة عشان تعرفوا كل جديد. النهاردة هتكلم عن ال AI ال Artificial Intelligence وهل ده هيبقى ليه خوف علينا ان احنا شغلنا يقف كإنتيريور ديزاين او كديزاينرز. اشهر المواقع دي ميدجورني. برضو للي ما يعرفش الموضوع خليني اشرح له الفكرة. هو انا بكتب تكست، بقول انا عايزة ايه، بيطلع لي صور. المفروض ان الصور دي مش صور من على النت، لا ده هو بيكرييت الصور دي. يعني انا بكتب مثلا ان انا عايزة بيدروم، عايزاها تبقى كلاسيك، عايزاها تبقى الكيرتنز بتاعتها لونها احمر، عايزاها يبقى الارضية خشب. كل لما بكتب تفاصيل اكتر كل لما بيطلع لي ديتيلز اكتر. تمام، الموضوع مش سهل، هو بياخد وقت عشان اطلع كواليتي حلوة، والجزء الفري غير الجزء البيد. لو باشتراك هيبقى الكواليتي احسن. بس الموضوع يعني البرودكت اللي بيطلع مبهر الحقيقة، بس انا شايفة انه برضو ده مش هيخليني ابطل اروح لديزاينر واعمل 3D للشقة بتاعتي او للفيلا بتاعتي او الاوفيس بتاعي. هو ممكن يساعد الديزاينر انه ينتج برودكت احسن، يبقى عنده تصور للفكرة اللي في دماغه من غير ما يتعب في قوي 3D ويعمل شغل اكتر. فبكلام يقدر يتخيل اللي في دماغه ده هيليق مع بعضه ولا لا. ممكن يساعد الكلاينت انه يشوف اللي في دماغه برضو هيبقى شكله ايه سريعا كده واحنا قاعدين مع بعض. لكن انه يستغنى خالص عن فكرة الديزاينر ده شيء مستبعد. سو فار يعني التكنولوجي بتبقى سريعة جدا، ما نعرفش بكرة في ايه. بس لغاية اللحظة اللي انا بتكلم فيها دي انا مش شايفة انه بيمثل تهديد، انا شايفة ان هو بيساعدنا. كده بقت كمبيوتر، فكانت اللوح بتاخد وقت طويل والمشاريع كانت بتاخد وقت طويل لان كانت الرسومات بتاخد بالشهور وكانت بتحتاج تيم كبير ان انا برسم لوحة لوحة. لكن لما ظهر الكمبيوتر والموضوع بقى سهل وبقى باخد كوبي من الفايلات والموضوع بقى اسرع، فحصل طفرة في ان المباني بقت بتاخد وقت اقل. فانا شايفة انه ده هيساعد على ان الدنيا تاخد وقت اقل، لكن مش هيلغي دور الديزاينر ولا هيلغي دور المهندس. دي وجهة نظري، ممكن تتفق معايا او تختلف معايا. لو حد مختلف او متفق يعني اكتبوا لي في الكومنتات رأيكم ايه في الموضوع ده، وقولوا لي برضو لو حابين نعمل فيديوهات شرح للموضوع ال AI والبرامج وازاي نستخدمها. وكده تكون خلصت حلقة النهاردة، اتمنى اكون قدرت افيدكم. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس، واشوفكم الحلقة الجاية والى اللقاء.